اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وكل حبايبنا في كل مكان طيبين. روائح رمضان وريحة رمضان الجميلة طبعا في كل حاجة في البيت. طبعا ما بتعملي أي حاجة حتى لو انت عملتها قبل كده كذا مرة لازما بتبقى ليها طعم وريحة تانية في رمضان. يعني المحشي كل يوم يعني أسبوعين بنعمل محشي، بس في رمضان بقى لازما أول يوم نكون عاملين المحشي ده وبيبقى له طعم وريحة مميزة كده ومختلفة. عملنا جنبه بقى لحمة كباب حلة، حاجة كده في منتهى الجمال، يعني ريحة وطعم مميز جدا وهتبقى جميلة كده. ممكن تعملها بقى في عزومات رمضان تبقى حلوة ومميزة معاكي على سفرتك أو طبليتك، مكان ما انت بتحبي تاكلي. كلنا بنحب طبعا اللحمة وبنحب نغير بقى في أكلاتها وفي شكلها وفي لونها وفي طعمها، في كل حاجة احنا بنحبها. النهاردة هنعملها بطريقة حلوة كده ومميزة. معايا اللحمة أنا شوحتها كده، اديتها صدمة بمعنى أصح، يعني اديها صدمة كده تغير لونها، وبعدين ننزل عليها بفلفل أسمر وحبهان. فلفل أسمر وحبهان ده بقى بيخلي ريحتها جميلة جدا وبيميزها طبعا عن أي حاجة انت بتعمليها لحوم أو دواجن. أنا اديت اللحمة بتاعتي تشويحة كده، هنزل عليها كده حوالي 3 بصلات، ويكون بصل أحمر كده بيديها طعم وبيعسلها كده وتبقى مسكرة كده وحلوة. اديت اللحمة كده والبصل كده تشويحة وتقليب كده لحد ما البصل بتاعي ياخد صدمة برضو معايا مكان اللحمة. ومعايا برضو 3 طماطمات بشراهم على المبشرة عادي، ممكن تضرب. قلب بقى اللحمة كده زي ما انتوا شايفين كده تقليب كويس، ونسيبها بقى تعيش حياتها على النار. عندي قرن فلفل حراق ومعاه فلفل اخضر عادي، ممكن تحطي حراق يعني لو انت بتحبي بقى الحاجة سبايسي. حطيت عليها كده ونقلبه كده من فوق لتحت ونسيبها تعيش حياتها كده اللحمة على نار هادية. معايا بقى كده في طاسة او في اي حاجة عندك، في صينية ممكن تحطي بقى معلقة من السمنة على معلقة من الزبدة، ونحط بقى نص كيلو من اللحمة. انا هعمل بقى السمبوسة بتاعتي النهاردة، يعني السمبوسة اللي انا كنت عاملاها معاكم حاجة كده في منتهى الجمال. يعني لو عايزين بقى ترجعوا بقى للفيديو بتاع السمبوسة طريقة عمايلها اصلا، ارجعوا لها الفيديو بقى، يعني من فيديوهين كده 3 تلاقوها موجودة معاكم من اول رمضان انا عاملاها. وعملت حوالي 4 بصلات برضو فرماهم في الكبة. هنقلب اللحمة كده على البصل، ونحط بقى التوابل، بابريكا، فلفل اسمر، توابل لحمة، ملح، اي حاجة انت حابة تحطيها بقى على عصاج اللحمة انت حرة فيها. ممكن تحطي جوز الطيب، قرنفل، اي حاجة، حبهان مطحون، ده بقى بيخلي طبعا طعم اللحمة او تعصيجة اللحمة بتبقى مميزة جدا. شايفين اللحمة بقى الكباب الحلة، انا ما حطيتش ورق لورا، حطيت. فالتوابل بقى المتاحة عندك ممكن تحطيها، انا ما حطيتش برضو توابل لحمة على اللحمة، حطيت عليها توابل لحمة، بابريكا، الحاجة المميزة عندك او بتحب طعمها في اي لحوم عندك او دواجن حطيها بقى، دي طبعا اختياري ليك. انا حطيت بقى قرن فلفل سبايسي كده عليها على عصاج اللحمة. ممكن تبشري جزر على اللحمة برضو، كنت بتعصجيها كده بتديها شكل ولون طبعا كويس، وبتزود قيمة الحاجة اللي انت هتعمليها قيمة غذائية طبعا معاكي. وحطيت معلقة من الصلصة على تعصيجة اللحمة كده، ونقلبها كده ونسيبها يعني تاخد برضو تستوي شوية حوالي 10 دقايق كده، وبعدين نطفي عليها النار. هي ما بتاخدش معايا وقت خالص كده. تمام معايا تعصيجة اللحمة انا خلصتها، واللحمة معايا عايشة حياتها كده. انا هلف بقى المحشي بتاعي، علشان زي ما انتوا عارفين اول يوم المحشي لازم نعمله كده في السريع. انا ما طولتش عليكم الفيديو، مش حابة ان انا اطوله علشان الفيديو ما يطولش عليكم وتحسوا ان هو طويل ومش يعني ويبقى رخم وتزهقوا منه. فانتوا طبعا عارفين المحشي بنعمله مع بعض كذا مرة، عملته كتير. نلف بقى المحشي مع بعض، الخضرة مع الصلصة مع الرز. وطبعا البتنجان انا بفضله وبحب عليه النعناع، بيديله طعم ونكهة جميلة جدا وريحته بتبقى فظيعة جدا. جربيه على محشي البتنجان، تحفة جدا. خلاص كده تمام معايا المحشي بقى. البتنجان انا كنت مقوراه قبلها بيوم، وحطيته في التلاجة كده وطلعته، غسلته بقى وطبعا ونحشيه بقى كده مع بعض في السريع. ما شاء الله ما خدش معايا وقت. نيجي بقى على السمبوسه، ما شاء الله جميله جدا وطعمها يعني تحفه. شايفين الورقات يعني ما بتلزقش ببعضها، حاجه كده في منتهى الجمال. هنيجي بقى الماده بتاعتها اللي احنا بنلزقها بيها،
الدقيق على المية، يعني حوالي معلقتين دقيق عليهم معلقتين كبار مية او نص كوباية مية كده، يعني متخليهاش المية تبقى مرقة قوي، وهتمسك معاكي وهتبقى جميلة جدا. شايفين شكل السمبوسة تحفة جدا. ممكن تحشيها برضو الجبنة، لو انت حابة تحشي سمبوسة جبنة بقى تبقى جميلة برضو، انا بحبها جدا بالجبنة، كان طعمها جميل جدا. والطعم العجينة بتاعتها تحفة جدا، احسن من اللي بتشتريها من بره جاهزة. حاجة كده في منتهى الجمال، يعني هتعمليها في البيت هتوفر معاكي وقت ومجهود وتكلفة كمان. هنعمل بقى الكمية بتاعتنا كلها كده بالشكل ده. ما شاء الله رمت معايا كمية كبيرة جدا، يعني ممكن تعملي نص كيلو على كذا مرة، يعني طبق جنب الفطار جنبك، يعني وانت بتفطري كل يوم كده ممكن تعملي كذا واحدة كده، جميلة جدا وتحفة. معايا كده طاسة على النار، هنحط فيها كده شوية زيت، ونقلي بقى السمبوسة بتاعتنا، جميلة جدا ما فكتش. لونها جميل وتحفة جدا، وطعمها جميل جدا ومميز. اهم حاجه ان انتي وانتي بتسوي السمبوسه ما تسيبهاش وقت طويل، يعني تقلبيها على طول كده، تاخد لون، هي بتاخد لون على طول، فاقلبي من الجنب ده للجنب ده لحد ما تاخد منك لون على طول، وهي تستوي مش هتاخد منك وقت كتير. ممكن يعني تديها مسحه من الزيت وتحطيها في فرن البوتاجاز، برضو بتبقى جميله وبتبقى اخف من ان انتي تقليها في الزيت، لو انتي مش حابه ان انتي تقلي في الزيت، عشان طبعا احنا بنحافظ برضو يعني الدهون الكتير، فاللي يعني كذا طريقه ممكن تعمليها بيها. هنكمل بقى بقيه الكميه كده زي ما انتوا شايفين، مش هتاخد مننا وقت يعني، وهتعمل معانا كميه ما شاء الله جميله جدا، زي اللي بنشتريها بره بالظبط، يعني حاجه كده ما شاء الله. كده تمام بقى. هنكمل بقى آلية السمبوسة كده في السريع، مش هتاخد معانا وقت خالص، كمية ما شاء الله يعني جميلة جدا، وتعملي حاجة كده في منتهى الجمال وانت في البيت. يعني احلى حاجة في فطار رمضان ان انت بتعملي كل حاجة كده في السريع وتكوني مجهزة لها، ومش هتاخد معانا وقت خالص. كده تمام بقى. نيجي بقى اللي بعده. عملت بقى كده الفطار ما شاء الله، ما خدش معايا وقت خالص. شايفين شكل الاكل، السمبوسه والمحشي واللحمه، حاجه كده في منتهى الجمال. وعملت كمان شوربه عصفور، ومعانا العصير بلح باللبن وتمر وبرتقان، يعني حاجه كده جميله جدا. يا رب الفيديو بتاعي يكون سهل كده وخفيف وبسيط ولذيذ كده على قلوبكم، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه، ويا رب اللي جاي يكون احسن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كل سنه وكل حبايبنا في كل مكان طيبين وبخير، ومع السلامه.